بما ان الميزانية بايظة فلازم نعمل أكلة موفرة. النهاردة حبايب قلبي هنعمل أكلة فعلا مش مكلفة ومش هتاخد معاكي وقت كمان في العمايل بتاعتها. النهاردة حبايبي هنعمل الكشري الأصفر. الكشري الأصفر هنا أنا جايبة نص كيلو رز وكوباية وربع عدس أصفر. عايزة أقول لكم الوجبة دي كفت 5 أفراد. بصي يا روح قلبي، قبل ما نبتدي طبعا هنصلي على الرسول مع بعض عشان نكسب الثواب. انت هتجيبي حلة وهتنزلي بقى بحتة سمنة بلدي، وهتكوني محضرة بصلة كبيرة كده. هشوحها في السمنة لغاية ما تصفر، يعني انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها دوبك تصفر. بعد ما تصفر يا قلبي هنزل عليها، اكون غاسلة الرز وغاسلة العدس الاتنين مع بعض، وهنزل هدي الرز تشويحة مع البصل هنا عشان خاطر الرز بتاعي يبقى مفرفر كده، ياخد التقليبه دي في السمنه عشان يفرفر كده ما يبقاش معجن. وعايزه اقولك ما تكتريش الميه برضك عشان هنا العدس مش بيحتاج ميه كتير. اعملي حساب ان في كوبايه وربع عدس مع نص كيلو رز، فيا دوبك يكون الميه مغطيه الرز بتاعي. بعد ما حطيت ملح وفلفل اسمر، غطيته بقى وهحطه على نار هاديه بعد ما يغلي او زي ما انت شايفه كده اتشرب. وطيت عليه، هجيب بقى طاسه هحط فيها حته سمنه بلدي بردك. هكون محضره 5 بيضات مع 5 افراد، كل واحد ليه بيضه. عايزه اقول لكم الوجبه دي يعني ما عملتش 50-60 جنيه، وكفتنا ما شاء الله. فبجد لما تكون الميزانية بايظة الأكلة دي حلوة ومفيدة، مفيدة جدا وفيها بروتين. يعني بصراحة حلوة وكفت وجميلة. شوحت البيض بقى كده زي ما انتوا شايفينه في السمنة الفلاحي، ونزلت كده حبايبي بقى رصيته على الطبق. وعايزة اقول لكم بقى حبة السمنة الفلاحي اللي فضلوا في الطاسة دي بعد التحمير سقيت بيها الكشري. عايزة اقول لكم حبة كشري كان طعمهم زي العسل. وقضينا يومنا وحلو وعدى وحمدنا ربنا الحمد لله. وكمان كنت عاملة الطبق بتاع الدقوس ده، كمان طبق فاتح للشاي. طبعا كنت منزله لكم الفيديو بتاعه. طبق الدقوس ده حكاية جنب بردك الكشري يا جماعة. ادي يوم يا جماعة عدى والف هنا وشفا، ويا رب تكون وجبتي النهاردة تكون عجبتكم. وحطيت كمان بصوا فلفل اسمر كمان على الوجبة. عايزة اقول لكم حبة عدس زي العسل، حبة كشري زي العسل. الف هنا وشفا.